من هو آخر مولود ولد لآدم؟ هو شئث. ومعنى شئث باللغة العبرية أي هبة الله. والشئث ولد متى؟ يوم قتل هابيل. يوم قتل هابيل حملت حواء بشئث، فكان بدلا من هابيل الذي قتل، لأن حواء صبرت على قتل ولدها فحملت بعده بشئث. وكان الشئث وصي آدم على ذريته من بعده، وعلم آدم شئث. وأوحى الله إلى شئث 50 كتابا. عدد الكتب المنزلة 104 كتب، 50 صحيفة منها على شئث. وكبر شئث، وولد إدريس في حياة آدم وشئث، وأبصر إدريس آدم، وأدرك من عمر آدم 400 سنة. وسمي إدريس إدريسا لحبه الدرس والمدارسة، فكان يسأل آدم وأخذ من علمه، ويسأل شئث وأخذ من علمه، فسمي بالعربية إدريس. وأول من خط بالقلم، أول من كتب من بني آدم هو إدريس، أول من خط بالقلم، وهو أول من خاط الثياب. أول من تعلم الخياطة وخاط الثياب هو إدريس عليه السلام. وأول من تعلم الحساب وعلم الناس الحساب، 1 2 3 4 والزايد والناقص والضرب وهذه الأعمال الحسابية كلها إدريس. وأول من تعلم الجهاد شرق وجنوب وغرب وتعلم ذلك من النجوم هو إدريس. فإدريس هذا له فضل عظيم على أهل العلم بجميع أنواعه. بعث الله إدريس في العراق في منطقة بابل. ما معنى كلمة بابل؟ بابل تطلق على النهر، وهذا النهر يطلق عليه بالعربية الفرات وبالعبرية بابل، وهو أول نهر تجمع عنده ولد آدم، بني آدم. وهذا النهر قامت عليه أول مدينة بعد مكة على وجه الأرض، العراق. ومصر من أعلم بلدان العالم، فأكثر علوم الدنيا من هاتين المنطقتين. إدريس بعثه الله إلى ولد قابيل ابن آدم، وأولاد قابيل ابن آدم ظهر فيهم الفساد. ذرية آدم الثاني الآخرين كانوا على صلاح وعلى استقامة، وأما ذرية قابيل فإنهم وصلهم من شؤم معصية أبيهم، فبدأ ينتشر فيهم الفساد والفحشاء. فأول من بعث فيهم شئث، ثم بعث بعده إدريس، فلم يستجب له إلا قليل. وأوحى الله إلى إدريس أن يهاجر بمن آمن معه، فهاجر بهم من أرض بابل إلى أرض مصر، وهو أول من استوطن مصر من الناس. فجاء إلى نهر النيل ولم يكن حذوه أحد من الناس،